السلام عليكم واهلا بيكم في حلقه جديده. رجعنا على قناه الكوره. اهلا بيكم قناه الكوره، راجعين عليها اهو. شوفوا بقى ايه، قولوا لنا. رجعنا على قناه الكوره وعاملين برنامج جديد اسمه كوره بودكاست، هنتكلم فيه عن كل الاحداث الرياضيه. بس ايه، واحنا كده كاننا قاعدين ايه في بودكاست، وهنبقى بعد كده ان شاء الله هيتطور البرنامج واحده واحده. يعني البدايه كده حلقه جديده هنتكلم بقى عن الحاجات اللي حاصله في الكوره الفتره دي. البدايه كده هنتكلم عن ايه، عن انتقال صفقه عمر مرموش الى مانشستر سيتي. عمل موسم كبير يعني، وهداف الدوري الالماني وهداف فرقته، ووصل فرقته للمركز الثلاثه الاولى في الدوري الالماني مع فرانكفورت. والفرقه يعني ايه اتطورت معاه، والواد هداف والواد نظم وكل حاجه. انا شايف الصفقه اللي هي مفيده لعمر مرموش اللي هو هيروح السيتي ويتدرب مع جوارديولا. هو جوارديولا طبعا ما الموسم السنه دي مع مانشستر سيتي مش احسن حاجه يعني بصراحه. يعني ده من اسوأ المواسم في تاريخ مانشستر سيتي وفي تاريخ بيب جوارديولا مع اي فريق. فالموسم هو طبعا دي يعني في الفتره مانشستر سيتي مش احسن حاجه، هو اللي راح مانشستر سيتي. فالفتره دي اللي انت تروح والفرقه واقعه دي مفيده ليه، ممكن تبقى مفيده بنسبه كبيره اللي هو يشارك كاساسي. اللي هو طبعا جوارديولا مش هيبكي على حد، ومحتاج اللي هيكسبه هو اللي هيلعبه. فهو لو اثبت نفسه عرف يكسب دماغ جوارديولا هيعرف يلعب يعني. فدي صفقه مهمه للسيتي واكتر لعمر مرموش اللي هو هيتطور جدا مع جوارديولا. مانشستر سيتي فرقه طبعا مش ناقصها حاجه، هي الفكره اللعيبه في شويه مشاكل في اللعيبه، اوضه اللبس ومراكز والخطط. جوارديولا خطط برضه لسه، اللعيبه في لعيبه لسه برضه، والموسم كارثي بالنسبه لهم. فطبعا هتبقى ايه، صفقه مهمه ليهم لو لعب اساسي وركز، وان شاء الله ربنا يكرمه ويعمل موسم قوي جدا مع مانشستر سيتي ويحاولوا ينافسوا على البطولات. في الوقت ده طبعا على الجانب الاخر نادي ليفربول ومحمد صلاح. محمد صلاح نجم الدوري الانجليزي وهداف الدوري الانجليزي وهداف نادي ليفربول ومدينه ليفربول. مو صلاح مو صلاح مو صلاح. النجم المصري محمد صلاح يعني هو عنده 33 سنة دلوقتي. هو مواليد 15 يونيو 15 6 1992، يعني عنده 33 سنة تقريبا. يعني هو راح من ليفربول من امتى؟ راح 22 6 2017، يعني دخل حوالي السنه دي 8 سنين مع ليفربول. يعني عمل مواسم جامده جدا واخد معاهم كل البطولات حرفيا، وعمل وهداف ونجم كل الفرق ونجم ليفربول، والجماهير بتحبه في انجلترا وكل حاجه. انا شايف من وجهه نظري اللي هو محدش جدد له لغايه دلوقتي. هو المشكله في ايه؟ المشكله ان صلاح معتمد راميها على ليفربول، وانا من وجهة نظري الايجنت بتاعه الوكيل بتاعه ممكن يضغط على النادي بطريقة ما، اللي هو مثلا يسوق صلاح. يعني صلاح لو شاف عرض تاني في نادي تاني مثلا في الدوري الاسباني، مثلا برشلونة، الريال مثلا، بس انا مش عايز طبعا الريال. شفت مثلا في انجلترا اكيد في طبعا لعيب، اكيد في اندية عايزة صلاح، في اي نادي يعني اي نادي في العالم يتمنى رجل من صلاح، مش هقول لك صراحة. فاكيد هتلاقي لو عرفت تسوق اللعيب دي هتبقى فكرة اللي هو مش هيروح النادي التاني. هو بتضغط بطريقه ما على ليفربول وعلى رئيس النادي. هو ايه، جاي لي عرض من برشلونه مثلا، جاي لي عرض من باريس سان جيرمان، جاي لي عرض من. في الجانب الاخر طبعا الدوري السعودي، رحيل نيمار من الدوري السعودي من نادي الهلال السعودي. بعد قبل ما طبعا ما يرحل نيمار، وكان في تقارير اللي هو هيرحل، كانوا بيقولوا ان صلاح هو بديل نيمار في الهلال السعودي، والهلال السعودي مقدم عرض كبير محمد صلاح عشان يمضي معاه. فالفكره اللي هو صلاح هيروح الدوري السعودي وهيروح كام موسم، مثلا كانوا عارضين عليه تقريبا موسمين، وهياخد رقم كبير، رقم فلكي، رقم كبير. بس ما اعرفش تقريبا مش اكبر من كريستيانو يعني في الراتب. بس انا وجهة نظري يعني التي لا قيمة لها على الاطلاق، انا واحد من الجمهور يعني بقول رأيي، اللي هو زي ما قلت هو ممكن الايجنت بتاعه الوكيل بتاعه ممكن يسوق، يعرف مثلا ايه، يشوف له عرض تاني لو ليفربول مش ناوي يجدد. وانا اشك في الحوار ده، ان ليفربول ما يعني فكرة الاندية الانجليزية وبالنسبة ليفربول او اي نادي تاني اللي هو بيفكر ايه، اللاعب عنده 33 سنة هجدد له قد ايه وهدفع له راتب قد ايه؟ طب ما اجيب بالرقم ده لاعب شاب لسه وابني عليه خطة يقعد معايا كام سنه، وبعد كده مثلا يبقى نجم الفرقه، او ابيعه مثلا استثمار، فاهمني؟ مش لاعب ادفع له الرقم ده هو خلاص خلصان. هم من وجهه نظرهم كده يعني، هم الانجليز بالذات يعني فكرهم كده. فالفكره انا شايف الايجنت بتاعه ممكن يعمل كده، دي خطه. والفكره طبعا صلاح كل الاختيارات المتاحه، ممكن يروح الدوري السعودي وممكن يروح اي حته تانية. انا من وجهه نظري احسن له الدوري الانجليزي مع ليفربول، او على الاقل يروح اي نادي تاني. يعني على الاقل محمد صلاح ما يخرجش من اوروبا، يختم حياته في اوروبا في اي نادي، وان شاء الله يبقى نادي كويس عشان تاريخه كده ويحافظ على مكانته. هو طبعا بيحب اوروبا واوروبا بتحب، بسيطه يعني مش حوار يعني. طبعا انا هدخل دلوقتي واقول ركز معايا بقى في
الجمله دي، ركز معايا في الجمله دي بقى، وانا عارف الجمله دي بقى هتروح ايه، عارف الحتت اقول لك عليها دلوقتي. كم من الناس باعت أنفسها من أجل لقمة العيش في بلد ما في عملة ما. نقولها تاني بقى، كم من الناس باعت أنفسها من أجل لقمة عيش في بلد ما بعملة ما. يعني طبعا دلوقتي انا كنت اقول لك ايه، عارف الفلتر الاسود اللي بينزل هتلاقيه على التيك توك والسوشيال ميديا، بص يحط لك اي واحد مثلا، واحد بيقول اي كلام او جمله علقت مثلا، يحط لك ايه عليها الفلتر الاسود ده، ويحط لك بقى موسيقى حزينه طبعا انا سبقتكم وعملتها بقى. شوف بقى يعني ايه طبعا، يعني بص هي احنا في عصر الاحتراف في كل حاجه. انا بتكلم على الكوره، يعني الجمله دي ممكن تمشي في اي حاجه تانية. كوره مثلا جالك عقد عمل، لو انت مثلا واحد عادي مش يعني ايه، تمشي في حاجات كتير. الناس بتبيع نفسها عشان الفلوس، واحنا عارفين ان الدنيا صعبه وظروف صعبه، عارفين كلنا على الحديده. بس بالمناسبه انا بكلمك من الحديده نفسها دلوقتي، فالحوار يعني كده. دي كانت حاجه، وانا وجهه نظري محمد صلاح خليه في انجلترا احسن له، وجهه نظري يعني. هنتكلم بعد كده عن ايه، بما اننا في اوروبا، دوري ابطال اوروبا والنظام الجديد اللي هو 36 فريق بيلعبوا من دور 32. هو مش دور 2 ودور ال 32 دلوقتي بقى دور ال 36. فدور ال 36 ده اللي بيصعد منه اول 8 فرق بيبقى دور مجموعات، مجموعه واحده اول 8 فرق بيصعدوا مباشر، وبعد كده التانيين ال 16 بعدهم بيلعبوا ملحق، واللي في الاخره كده ايه باي باي على السلامه كتير. فاللي صعد من اول 8 هنقول عليهم مثلا، اللي صعد اول واحد ليفربول، كده برشلونه، ارسنال، انتر ميلان، اتلتيكو مدريد، باير ليفركوزن، ليل، استون فيلا، تامن. يعني سبحان الله دول اللي صعدوا مباشر الى دور ال 16. اللي صعدوا هيلعبوا بعدين ملحق. كويس اللي هم لحقوا الملحق، هنقول لك عليه دلوقتي، اللي هم مين بقى؟ عندك الريال والسيتي وباريس، وبص معمعه يا راجل. ايه المعمعه دي يا رجاله؟ اقول لك عليهم دلوقتي مين، واحده واحده كده. من التاسع عندنا، التاسع مين بقى؟ التاسع عندنا اتلانتا. يعني تخيل اتلانتا التاسع ليه يا راجل. بعد كده دورتموند اللي بيقدم موسم كارثي في الدوري الالماني، ما تعرفش هو في المركز، هو في مركز بعيد جدا في الدوري الالماني، فعامل موسم كارثي وموسم سيء جدا. كده عندك المركز ال 11 ريال مدريد الغريم ماشي يا ريال، يعني برشلونه الثاني وانت ال 11. اخص على الزمن ده. كده بايرن ميونخ ال 12، وعندك 13 ميلان، وعندك 14 بي اس في اندهوفن اللي كسب الليفر في اخر مره، وعندك باريس ال 15 باريس سان جيرمان، وعندك 16 بنفيكا، و17 موناكو، و18 بريست، و19 فاينورد، 20 يوفنتوس، 21 سيلتيك، 22 مانشستر سيتي، 23 سبورتنج لشبونه، و24 كلوب بروج اللي كان بيلعب مانشستر سيتي. يا نهار ابيض، دول هيلعبوا كلهم ملحق. الملحق هيتلعب امتى؟ الملحق متركز يعني ايه، الملحق هيتلعب في طبعا في شهر فبراير، شهر 2 11 و12 ده الذهاب، والاياب هيتلعب 18 و19 من نفس الشهر اللي هو شهر فبراير. فبالتوفيق لكل الفرق. وطبعا الموسم ده يعني النظام الجديد ده من وجهة نظري طبعا الفيفا شايف كده، اللي هو الفيفا عايز يسوق باي شكل اي بطوله، فاللي هو ايه، يزود ماتشات يبقى يزود ايه، فلوس، ويزود استثمارات، ويزود دخل، ويزود كل حاجه. فالفكره بقى ايه، زود ماتشات على قد ما تقدر. فالمشكله بقى كل ده هيجي على ايه، هيجي على اللعيبه وعلى الانديه، واللعيبه هتعاني من اصابات وكوارث ومش عارفوا يكملوا. هيؤدي بقى انا شايف من وجهه نظري ضعف البطولات. هتلاقي الفرق هي برضو جاي يعني ضعف الفرق الكبيره لحد ما، والفرق التانية هيبقى فيه منافسه، بتوسع المنافسه يعني. بس ده جو مفيد لبعض الفرق ومش مفيد لبعض الفرق التاني، كل واحد يشوف من وجهه نظر الفريق بتاعه. وانا شايف ان ده بيبوظ متعه الكوره، اللي انت يعني انت هتقول في منافسه، بس منافسه برضو انت ما تزود لي مثلا ايه، جيب لي فرق ما كنتش عمرها هتوصل لدوري ابطال اوروبا وتوصلها كده، استفدت ايه يعني؟ انت كده تحصيل حاصل نسبه كبيره، فرقه مش تعمل حاجه برضو يعني، انت وصلتهم بس ان هم ياخدوا فلوس، وزودت ماتشات، زودت فلوس داخل الاتحادات. شايف انت بتستهلك اللعيبه على الفاضي، انا من وجهه نظري. فده دوري ابطال اوروبا. الدوريات الخمسه الكبرى عندنا حفله وتورتايه كبيره اتكلم عليها دلوقتي. ده اول حاجه هنتكلم عن دوري مين، الدوري الانجليزي طبعا. ادخل لي بالدوري الانجليزي، مين اللي متصدر؟ ليفربول طبعا. ليفربول اللي احنا كنا متوقعين له موسم هيبقى موسم سيء للغايه، طلع موسم كويس لليفربول حتى الان. يعني ليفربول متصدر الدوري الانجليزي وليه ماتش، لعب 22 ماتش وليه ماتش مؤجل. تاني ارسنال، بعد كده نوتنجهام، الرابع مانشستر سيتي مقدم اسوأ موسم في تاريخه تقريبا، واسوأ موسم في تاريخ جوارديولا كمان. والخامس نيوكاسل، والهداف طبعا محمد صلاح، والتاني هالاند بفرق
جون بس عن صلاح. وليفربول موسم كويس، هو بعيد عن الارسنال بكام نقطة، بعيد عن الارسنال بكام نقطة كده، ب6 نقط، 53 و47. فموسم كويس لليفربول. على الجانب الاخر الدوري الاسباني، بعد ما برشلونة كانت مقدمة، كنا متوقعين برضو لبرشلونة من أسوأ المواسم ليها، بس برشلونة فاجئتنا ببداية قوية جدا في الدوري الأسباني. قلنا بقى برشلونة هتنافس وهتكسر الدنيا. برشلونة كانت متصدرة الدوري الأسباني، بعد كده تراجعت، هبطت بقى في شوية ماتشات. وانز فيليك قعد برضو، كل الفرق حفظت فرقته اللي هو بيلعب على الدفاع المتقدم والتسلل، وبقت بتخسر ماتشات، تعادل ماتشات ملهاش اي 30 لازمه. بعد ما فزت في الكلاسيكو بنتيجه بسكور كبير 4-1 تقريبا، فملهاش لازمه الحوارات دي يعني ريال مدريد هو المتصدر دلوقتي، وبعد كده اتلتيكو مدريد الثاني، برشلونه الثالث، بالباو الرابع، وفيا ريال الخامس. انا شايف برشلونه بس لسه بدري طبعا، بس برشلونه لازم تلحق نفسها، عايزين الدوري على الاقل يعني يا جدعان. هي عامله موسم ماشيه كويس في دوري ابطال، هي التاني وتأهلت مباشر، بس الدوري الاسباني برضو انت كنت ماشي كويس. ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل يا لعيبه؟ ايه اللي حصل يا فيليك؟ ما ينفعش كده يا راجل. فالهدافين بقى عندك ليفاندوفسكي 17 هدف، امبابي التاني 15 وكده يعني. ده الدوري الاسباني. هندخل على الدوري الايطالي، السيري بقى نابولي طبعا هي المتصدره، بعد كده الانتر، بعد كده اتلانتا، بعد كده لاتسيو، يوفنتوس الخامس اللي هو كان بياكل الدوري الايطالي، السيدة العجوز ده تراجع اخر كام موسم كده، مبقاش ينافس اصلا. وهداف الدوري الايطالي عندك نتيجي 16 هدف، وتوراما التاني 13. فماشي الدوري الايطالي شغال. عندك الدوري الالماني اللي باير ليفركوزن كانت واخداه السنه اللي فاتت. عندك باير ميونخ هو المتصدر ورجع للصداره، والتاني ليفركوزن، والتالت انتر فرانكفورت اللي كان بيلعب فيه عمر مرموش سابقا ولاعب السيتي حاليا. وعندك بقى الهداف الدوري الألماني، عندك هاري كين، الدوري الألماني 17 هدف، ومرموش التاني 15 هدف. مرموش كان متصدر لغاية آخر جولة، بعد كده اتلعبت جولة وهو ملعبهاش، فهاري كين هو اللي اتصدر. ساعات يعني هو ساب الدوري الألماني أصلا، ومرموش بقى راح السيتي. جميل 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 جميل. قلنا كده على كل حاجة بالتمام والكمال. ندخل على ايه بقى؟ ندخل على القارة الأفريقية. القارة الأفريقية ما تحلاش غير بإيه؟ بالمنتخبات وقرعة أفريقيا. هنتكلم عن قرعة أفريقيا بالتفصيل الممل. اتعملت في المغرب. في المجموعة الأولى معانا المغرب ومالي. طبعا المغرب هي المستضيفة البطولة، فهي هتقعد في المجموعة الأولى في المركز الأول طبيعي يعني، وهي طبعا تصنيف اول يعني. فالمغرب ومالي وزامبيا وجزر القمر. تمام. عندنا مين تاني؟ عندنا المجموعه التانية، عندك مصر، جنوب افريقيا، انجولا، زيمبابوي. هننط المجموعات كلها بسرعه، بعد كده هتكلم على مجموعه مصر بالذات. المجموعه الثالثه نيجيريا، تونس، اوغندا، تنزانيا. تمام ماشي. المجموعه الرابعه السنغال، الكونغو الديمقراطيه، بنين، وبعد كده بوتسوانا. المجموعه الخامسه عندنا الجزائر، بوركينا فاسو، غينيا الاستوائيه، السودان. تمام. المجموعه السادسه كوت ديفوار، الكاميرون، الجابون، موزمبيق. تمام. نرجع للمجموعه الثانيه اللي هي مجموعه المنتخب المصري، وانا كمصري لازم اشجع المنتخب المصري. مصر، جنوب افريقيا، انجولا، زيمبابوي. انا عايز اقول حاجه، ايا كان مش هنقعد بقى نقول لك ايه كلام كابتن سيد عبد الحفيظ اللي هي المجموعه متوازنه، مجموعه اللعيبه لازم تركز جدا، الماتشات صعبه. عندنا ماتشات صعبه بره ارضنا، جوه ارضنا ماتشات هتبقى متوازنه لحد ما. انا الكلام ده حافظينه وهرسناه، مش عايزين نقوم بالكلام ده. انا اقول حاجه، المشكله مش في المنتخبات اللي احنا بنلعبها بصراحه يعني، المشكله فينا احنا. المشكله فينا احنا ازاي؟ هتقول لي ازاي يا ابو حميد؟ اقول لك المشكله اللي احنا ما بتعرفش. اللعيبه عندنا كل حاجه، بس ما بنلعبش كوره، مفيش تنظيم، كل شويه مدرب بيتغير، اتحاد كوره مش موجود على مر اخر اكتر من 10 سنين. منتخب مصر والكره المصريه في الحديد تعاني، بتخسر من اقل الفرق. المجموعه دي بالمناسبه، ركز معايا بالمناسبه جدا، مجموعه مش هقول لك بقى زي ما قلت لك، مش هقول لك سهله ولا صعبه ولا متوازنه، سيبك من الكلام ده. المهم اللي احنا نلعب كوره، نركز، احنا نركز في نفسنا، ما تركزش في المنتخبات التانية. مش بقول لك ما تدرسش المنتخبات التانية قبل ما تلعبها، لا ادرسها يا باشا، بس الفكره المنتخبات دي يعني احترامي ليها، منتخب مصر فين؟ منتخب مصر كان يلعب اي حد يديله انتوا عارفين يعني. فالفكره احنا المشكله فينا احنا. لو ركزنا، وانا شايف الفتره دي انت عندك كل مقومات ايه، واحنا بنعمل طبخه ولا كل مقومات النجاح يعني. انت عندك لعيب، عندك مرموش اهو راح مانشستر سيتي بيلعب في الدوري الانجليزي،
اقوى دوري في العالم. عندك صلاح في ليفربول وان شاء الله يكمل. عندك تريزيجيه كان موجود في الدوري التركي ولعب في هنا وهنا. عندك لعيبه غير لعيبه الايجيبشن ليج الدوري المصري. فانت ومعاك كابتن مصري مدرب كابتن حسام حسن. يعني ما تقوليش بقى مدرب اجنبي مش عارف اللعيبه مش عارف دول مين. فكك من الحوارات دي الخيبانه دي. يعني انت البطوله الجايه لا بديل عن الكاس. هتقول لي انا بلعب في المغرب في ارض المغرب، اقول لك اتشقلب. انت كنت بتلعب في مصر على ارضك وطلعت من جنوب افريقيا اللي معانا في المجموعه صباح الفل 2019. فانا بقول لك ايه، فانت لازم ده لا بديل عن الفوز. وما تقوليش بقى ايه ما طول البطوله او قبل البطوله. ما بحبش انا شغل انت تقول لي لا الاداء اهم النتيجه اهم. لا فكك من كل ده. يعني دول مهمين طبعا، لازم انت تلعب كويس والاداء يتطور واحده واحده والنتيجه مهمه طبعا. بس بنبص في الاخر لايه ايا كان مع اي فرقه سواء لعبت ما لعبتش ادائك زي الزفت ادائك حلو ادائك جميل. فكره احنا بنبص للصوره الاخيره كده. اللقطه دي اللي هي شوت الكاميرا كده ايه اخدت الكاس صباح الفل سلام عليكم. مش هقول لك بقى ادائك لعبت ايه طول البطوله عملت ايه طول البطوله اللعيب ده اتصاب انا عندي غيابات انا عندي ما فيش الكلام ده. المهم في الاخر اللي انا معايا خدت البطوله سواء سرقتها اكلتها مش مهم اخد البطوله. فالفكره ده اللي انا عايز اوصل وجهه نظري. مش عارف ليه بقول كل شويه وجهه نظري. يعني مش وجهه نظري هي معروفه. يعني انت داخل اي بطوله انا اخد البطوله سواء مستعد مش مستعد. مش بقول لك انت مش رايح تحارب مش رايح تاخد كاس العالم. افريقيا شايف تاخد افريقيا هتتاهل لتصفيات كاس عالم ازاي وتوصل كاس عالم ازاي. احنا بقالنا كتير يا جدعان احنا تعبنا يا جدعان كمشجعين كوره. فاهم وجهه نظري المجموعه انت لازم تركز كده. اللعيبه رايحه انا رايح اخد البطوله. ماليش بقى ايه حصل فلان قتل فلان ماليش فيه. فككم من الحوارات دي احنا زهقنا منها. احنا في سنة 2025 يا جدعان فبس كل التوفيق لمنتخب مصر وقومي. ان شاء الله 2025 تبقى سنة سعيدة على المصريين ومنتخب مصر يعني بإذن الله. هندخل بقى محليا على القلعة الحمراء النادي الأهلي. يعني أداؤه الفترة الأخيرة مش عاجبني بصراحة. يعني أداؤه مش أحسن حاجة ومش يعني بص أداؤه مش أحسن حاجة طبعا. في مشاكل في الفرقة في مشاكل في محتاجين لعيبة بس احنا الأهلي ابتدى يصلح في فترة الانتقالات الشتويه. جاب لك 2 لعيبه. في لعيب صحيح تريزيجيه هيلعب من بدايه كاس العالم للانديه وفي احتمالات لسه انا بصور حاليا مش عارف. صفقه الى حد ما اقتربت من الانتهاء صفقه انتقال بن شرقي الى الاهلي من الريان القطري. فصفقه مهمه طبعا للاهلي هتساعده جدا في الوينجات. هيبقى قوي الوينجات اللي انت ما عندكش لعيب مهاري 1 على 1 1 على 2 ما عندكش اللعبه دي ما عندكش. يعني كان عندك واحد بس مش بيخلص برضه ومش موجود دلوقتي. فهيساعدك جدا في الحوار. شايف برضه ان الاهلي كان ناقصه مهاجم وجاب مهاجم كويس جانب وسام بن علي. فالاهلي محتاج بس المدرب بتاعه يفوق شويه ويركز في الخطه بتاعته والفرقه تتطور شويه ويبقى في منافسه بين اللعيبه مش ضامن مركزه. هي دي الفكره. الاهلي يركز والتوفيق واهم حاجه دفاعيا وخط الوسط. انت محتاج حد في خط الوسط. انت مشيت كذا حد مشيت اليو ديانج وحمدي فتحي. فانت محتاج في نص الملعب خصوصا ان انت هتلعب كاس عالم للانديه فمحتاج تقوي الدنيا يعني قبل كاس العالم للانديه. محتاج طبعا البطولات المحليه والبطولات القاريه تظبط نفسك. فبالتوفيق للنادي الاهلي وبس كده. احنا اتكلمنا عن كل حاجه تقريبا وان شاء الله الحلقه دي تعجبكم. لو عجبتكم الحلقه ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب وتفعيل جرس التنبيهات. تابعني على كل السوشيال ميديا في الديسكريبشن كل اللينكات في الديسكريبشن. نشوفكم في حلقه جديده من بودكاست من برنامج كوره بودكاست على سبريس بورت. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سلام.